يا ترى طب خلي ايه النهارده بقى؟ صينيه بطاطس برضو؟ انت كمان هتتريق عليا؟ ولا يمكن صينيه كوسه؟ ما هو انت بقالك شهرين ثلاثه يا اما تطبخي لنا صينيه بطاطس يا صينيه كوسه يا صينيه باميه، المهم صينيه في الفرن وخلاص. الظاهر ان دي اسهل حاجه عندك، تحط الخضار واللحمه في الصينيه وتدخليها الفرن ساعتين ثلاثه تستوي، مش كده برضو؟ ما اعرفش. على كل حال انا جعان جدا ومستعد اكل اي حاجه من ايديك الحلوه دي. اوعى سيب ايدي. طب يلا يلا يا ست امال، اديني قلعت ولبست لوحدي من غير ما اقومك على السرير. اسمعي تقومي بقى تحضري لنا الغدا، ولا اقول لك استني لما ماما ومواهيبه ياكلوا وبعدين نبقى ناكل احنا لوحدنا بمزاجنا، مش احسن برضو؟ لو كنت مستعجل روح كل معاه. انا فعلا مستعجل جدا لاني جعان جدا، لكن مستعد مع ذلك استنى صينيه البطاطس الرائعه اللي انت عاملاها. صينيه البطاطس اتحرقت. اتحرقت ازاي؟ اللي حصل. الله، وايه اللي حرقها؟ انا عارفه بقى ايه اللي حرقها، اتحرقت وخلاص. فهمت. فهمت ايه؟ فهمت ان صينيه البطاطس اتحرقت لوحدها. لا يا شيخ بتتريق حضرتك. امال هعمل لك ايه بس؟ ما هو مش معقول كمان الواحد يعرف يطبخ في حق متر في متر و20 واحد واقفين على دماغه. وال20 واحد دول جم منين بقى؟ انا ما اعرفش اطبخ في مطبخ بالشكل ده. ليه؟ ما انت بتطبخي يوم وماما بتطبخ يوم. لا يا سيدي النظام ده بيتلخبط، والنهارده كانوا هم كمان بيطبخوا. ليكن، وهو ده اللي خلى صينيه